وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. السلام عليكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه في فيديو جديد؟ طبعا نتأسف جدا ان انا ما نزلتش بقية الفيديوهات اللي كنت وعدكم بيها، نزلت بس مادة الفيزياء. للأسف. طلعت سنة أولى في كلية الطب دي، يعني سنة محتاجة جهد جبار، واحنا أصلا السنة دي كلها بتاعتنا شدة، فاضطريت ان انا اوقف، ان انا اعمل فيديوهات وان انا اهتم شويه بالكليه، عشان الموضوع مش ماشي مع بعضه، لان اول سنه لينا برضه كان لازم يعني ان انا اهتم بحاجه من حاجتين: لو صناعه المحتوى البتاع، فطبعا اهتم بالكليه عشان الدرجات والجي بي اي والحوار الجميل ده. انا الحمد لله صليت الفجر وعملت كوبايه قهوه وقررت ان اعمل الفيديو ده. هو يعني فيديو، هو يبان من اوله ان هو فيديو كده راحه وجميل وكل حاجه، بس انا الصراحه عامل الفيديو ده ان انا جاي اجلدك فيه، هجلدك يعني بالمعنى الحرفي يعني. فاحنا هنتكلم في الفيديو ده يعني مثلا، احكي لك حاجه الاول بس. انا لسه الساعه دلوقتي تقريبا 5:15 بعد الفجر، الحمد لله صليت الفجر وكتبت المهمات بتاعتي وعملت القهوه، الدنيا ضبطه. وعايز اقول لك حاجه، احنا طبعا كان رمضان فات، يا رب يعيد علينا بالخير يا رب. وطبعا احنا كله داخل على ميد دلوقتي. انا طبعا في رمضان المذاكره كانتش احسن حاجه، يعني الاسبوعين احنا مثلا انا بمتحن كل 4 اسابيع تقريبا ميد يعني. فاول مديول كان الحمد لله، كان الامتحان بتاعه حلو لان انا كنت بذاكر. طبعا المديول التاني بقى هو بدأ من اخر اسبوعين في رمضان، اللي هم الاسبوعين بقى اللي هم مع العشر اواخر، والدنيا بقى والعباده، وانت عايز بقى تجاهد نفسك وكده. مع اني قصرت يعني جامد في رمضان ده عن بقيه رمضان، عن ان قصرت جامد في رمضان ده بقيه رمضان، قصرت جامد في رمضان ده عن غيره يعني. بس كنت بجاهد نفسي الحمد لله يعني. فكان اخر اسبوعين بقى اللي هم ايه بقى، الاسبوعين العشر الاواخر. طبعا الاسبوع اللي بعده العيد، والاسبوع الرابع اللي هو انا دلوقتي في الاسبوع الرابع وهمتحن من السبت الجاي. فطبعا اول اسبوعين دول انا راكمت، اول اسبوع ذاكرت شويه وراكمت كام محاضره، الاسبوع الثاني راكمت كله. وطبعا الاسبوع الثالث كنا واخدين اجازه العيد بقى، بعدين بدانا في الاسبوع الثالث فكملت بقى اجازه العيد الاسبوع كلها، فيعتبر مراكم ايه 3 اسابيع كده يعني، الا شويه يعني. بس انا عايز اقول لك حاجه يعني في الموضوع ده. آه، العبره من القصه هنا بقى ان انا لما خلصت خلاص بقى العيد بقى، المفروض بقى ان انا داخل خلاص في صدمه الميد والامتحانات والدنيا. اما شفت كميه المحاضرات اللي عليا، يعني تقريبا 30 محاضره تقريبا عليا لازم اذاكرهم قبل ما اخش البتاع، غير محاضرات الاسبوع الرابع اللي هاخدها، فهيبقوا تقريبا 39 محاضره. يعني انا هخش امتحن في 40 محاضره، انا مش هبقى عارف منهم تقريبا، او انا لحد دلوقتي يعني النهارده من حد انا امتحن السبت الجاي مش عارف منهم الا دلوقتي، يعني يعتبر انا داخل على 30 دلوقتي، يعني ال10 محاضرات هنبدا فيهم الاسبوع ده فهنخلصهم ونمتحن على طول. طيب انت دلوقتي هتسالني، انت دلوقتي كنت عليك محاضرات 30 محاضره وتقول دلوقتي انت داخل في 30 محاضره تخلصهم، يعني انت يعتبر مش مراكم يعني الا شويه صغيرين. هقول لك لا، لما خلصت العيد كتبت كل المحاضرات اللي عليا. انا عارف ان الوقت المتبقي يعني، انت لو شفت المنهج عشان تعرف حجم المنهج اللي عليا او ال 40 محاضره دول عاملين ازاي عشان تفكر يعني. يعني تقريبا قد ثالثه ثانوي مرتين يعني، او حاجه تقريبيه يعني كل كتاب، احنا بنمتحن في 8 مواد، الكتاب 100 وي صفحه ماشي، وانت بتاخد دش بقى، ما ازاي ثالثه ثانوي مثلا صفحه فيها صور والكلام ده، لا انت بتدش حرفيا. ولازم تحل مثلا نفس الحل، يعني انت متخيل انت بتدرس منهج ثالثه ثانوي اكتر من ثالثه ثانوي بالانجليزي، لغه جديده. بس اللغه ما عادتش عائق يعني، لان انا بقيت اتعود عليها لان احنا بقينا في الترم الثاني في ال4 اسابيع بس، ولازم تحل كتير برضو على الكلام ده، نفس نظام تسويق بس الموضوع في 4 اسابيع. المهم العبره من القصه ان انا لما خلصت العيد انا كتبت كل المحاضرات اللي عليا وبدات على طول، ما عدتش اقول بقى، ما عدتش اخش بقى على النت اقول ايه ده، ازاي اذاكر كذا، ازاي اعمل كذا، ازاي انظم وقتي، ما اعرفش ايه. انا بدات على طول، استعنت بالله وبدات يعني دخلت براسي حرفيا، لان انا عارف ان الوقت المتبقي ده لو قعدت مثلا اخش ازاي اذاكر كده وكده، اقضي اليوم كله في ازاي اذاكر، نفسيتي هتتعب ومش هلحق اذاكر، في الاخر اخش الامتحان واجيب يعني درجه اسبل حاجه ممكن تتوقعه. فبرضه هنا بقى انا عامل الفيديو ده، هو الفيديو ده ممكن يكون طويل او قصير على حسب، لان انا ممكن اصورها طول اليوم، لان ساعات بيجي في دماغي حاجات فببقى عايز افتح الكاميرا واقولها فعلا، لان ببقى عايز ادي نصيحه بجد. آه، فهو انا دلوقتي ثابت يومي دلوقتي، بصحى الحمد لله اقرا ورد القران وابدا اذاكر على طول، لان هو ده هو ده المفروض انت تعمله في اي، انت دلوقتي انا دلوقتي ما قداميش الا اسبوع وعليا 40 محاضره، فلازم ان انا اذاكر. ما انا مش هقعد بقى هقعد لسه بقى اشوف ازاي اذاكر وازاي ما اعرفش ايه. فهنا العبره برضه يعني قررت العبره دي كتير، ان انت دلوقتي معكش لسالك الا شهرين يا طالب ثالثه ثانوي، شهر 4 وشهر 5 على تقدير، وهتمتحن تقريبا في نص 6 ماشي. فال 15 يوم دول بيبقوا مثلا على المادتين اللي في الاول او معظمهم يعني. فانت دلوقتي ما قدامكش الا 60 يوم،
انا هتكلم دلوقتي الفئه اللي هم خلينا نتكلم دلوقتي الفئه اللي هم كانوا بيذاكروا ونسوا، يعني او بداوا لسه يراجعوا وهم مش ناسيين خالص كل حاجه، فمش فاكرين حاجه حرفيا. انت دلوقتي في الفتره دي ذاكر. يعني انت لو عندك القدره انك تذاكر 10 ساعات وذاكرت 9، انت كده مقصر. فلازم يعني انت لازم اول ما تصحى كده لحد ما تنام، بص ابذل اقصى جهدك في المذاكره، ماشي، ونظم وقتك كويس، وما تقعدش تضيع وقتك في حاجات تافهه. لان الشهرين دول بالذات، انت عارف، انت لو يعني مثلا فعلا ناسي كتير. الشهرين دول بالذات شهرين اللي بيفرقوا فعلا. انا مثلا كنت في الشهرين، شهر 4 و5، شديت نفسي جدا جدا حرفيا. جيت بقى قبل الامتحانات تعبت يعني. بس فالفتره دي انت لو تعبت فيها، او الفتره دي انت لو تعبت فيها اللي هو اجتهدت يعني، انت هتيجي تقابل الامتحان مهما حصل لك بقى، انت مجهز نفسك خلاص، انت تعبت في الشهرين الاهم. فلازم تتعب في الفتره دي بالذات، حتى لو انت تعبان، يعني تعبان جسديا، اجتهد فيها، بص وامسك فيها باسنانك وايدك، لان انت مش ضامن يحصل لك ليله الامتحان. فكده هتكون ضيعت الفتره دي وضيعت فتره ليله الامتحان، فالموضوع هيبقى بايظ خالص. ماشي. وانت تقريبا كل ماده بقى قبلها 5 ايام على الاقل تقريبا. فما شفتش الجدول صراحه. بس 5 ايام دي، وانت مثلا لو حتى لو مسكت في الشويه اللي هم واجتهدت فيهم، فانت ان شاء الله ربنا يوفقك. نيجي بقى للجزء اللي انا فعلا الفيديو ده معمول عشانه، اللي هم ما يعرفوش حاجه لسه في المنهج. بص، انت دلوقتي هتسالني هل انا هلحق ان انا اخش كليه؟ يعني هتسالني كده، هتقول لي يا دكتور انا دلوقتي ما بداتش خالص، فهل انا هلحق لك حاجه؟ انا ما اعرفش، لان انا كنت عامل فيديو قبل كده برضو على الكلام ده. انا قلت لك انت مستقبلك مش متحدد. يعني انا ما اعرفش مستقبلك، يعني مش هاجي اقول لك بقى انت لو بدات في شهر 2 ومش هضحك عليك وهكذا يعني انا مش هضحك عليك. انت مثلا انت ما بداتش، طب انت قدامك ايه دلوقتي؟ قدامك حاجه واحده، انك تذاكر وتعمل اللي عليك، ده اللي قدامك بس. ما تقعدش بقى تقول هل انا هجيب الكليه مالكش دعوه بقى دلوقتي. اي حد ايا كان، انت مذاكر مش مذاكر، انت ذاكر في الفتره اللي انت فيها. يعني ما تقعدش تفكر في الكليه دي ما هي الا مرحله برضو من مراحل حياتك. ثالثه ثانوي دي فرصه، فاحنا بنحاول نستغلها. طيب الفرصه دي ما جاتش، في فرص تانية. ما هو انت هتقعد ايه بقى؟ خلاص هي الفرصه دي الوحيده اللي في العالم، ايه كليه الطب لو ما دخلتهاش ما اعرفش ايه. لا، انت ما تحطش الكليه في دماغك خالص خالص. اعمل اللي عليك وبص، يعني فرمط نفسك. لو قدامك زي 15 ساعه ذاكر 15 ساعه، تذاكر 20 ساعه ذاكر 20 ساعه، ما توقفش خالص. برضو هقول لك يعني، هتقول لي يعني برضو هل انا هقدر ولا مش هقدر؟ اقول لك انا ما اعرفش، وقال ليس للانسان الا ما سعى. انا نفسي يعني ان انتوا تفهموا الكلمه دي. انا عارف ان انتوا دلوقتي مشاعر متلخبطه وكل حاجه، بس انت الفتره دي لازم تعمل حاجات كتير. يعني لازم مشاعرك دي تحطها في ثلاجه تماما. يعني بص بقى، ما تقعدش تفكر بقى خالص، الغي تفكيرك الوحيد يبقى في المذاكره بس. ما تقعدش تقول بقى ما تفكرش في المستقبل يعني خالص. انت دلوقتي شهر 4 و5، يعني انت هتيجي دلوقتي تقول انا دلوقتي في شهر 4 و5 انا مش هعمل حاجه غير ان انا اذاكر. هتحط مهامك يا باشا، وتحط الحاجات اللي انت مراكمها، المواد اللي انت مراكمها، وتمشي مع المدرسين. لو انت ما حضرتش خالص او ما سمعتش الشرح، ماشي، فهتمشي مع المدرسين بكل درس بكل جزئيه، وتذاكرها كويس وراهم، وتحل عليها بقى كتير. الحل ده اهم حاجه. طيب فانا جاي بقى اقول لك ذاكر، مالكش دعوه بحد، ابدا. يعني وليس الانسان الا ما سعى. ما اضمنلكش الشهرين دول لما يجيبوا كليه، الله اعلم. في حد بدا فعلا قبل كده في الشهرين دول وجاب كليه، وفي حد برضه بدا وما جابش كليه. يعني ما هو ربنا هو بيبقى كاتب لك حاجه وميسرك ليها. المهم التليفون فصل، فخلينا نكمل كلامنا ونكمل كلام في ان انا جليده. فانا عايز اقول لكم ان انت دلوقتي في الشهرين دول مطالب بحاجتين: انك تذاكر بس، ما تفكرش في اي حاجه، ما تفكرش مين اللي سبقك، ما تفكرش مين عداك ومين مذاكر المنهج 6 7 مرات. ما تفكرش انت لو كنت ذاكرت الفتره اللي فاتت دي كان زمانك وصلت فين لحد دلوقتي. ما تفكرش في كده. هتقول انا قدامي 60 يوم، 60 يوم دول هفرم نفسي فيهم حرفيا. يعني هفرم نفسي فيهم. لو مثلا مش هعرف انام الا 4 ساعات بس في اليوم، هنام بس 4 ساعات في اليوم واذاكر ال 20 ساعه. ده المفروض ان انت تعمله بجد لو انت عايز تتفوق وتنجح. لازم تحط في دماغك انك تطلع الاول على الجمهوريه. يعني تطلع الاول يعني على العالم، مش الجمهوريه بس. انا مثلا لما راكمت ال 30 محاضره، انا مش في دماغي غير حاجه واحده بس، ان انا اطلع الاول في المديول ده، واعمل كل اللي عليا وابذل قصارى جهدي. يعني بص، انا مطالب بحاجه، مطالب ان انا اذاكر، فانا بذاكر بس النتائج دي كلها من عند ربنا. انت ما تحطش في دماغك كليه، ما تحطش في دماغك مستقبلك هيبقى عامل ازاي. وحتى لو انت ضامن انك تخش كليه خاصه، خليني اقول لك ما تفكرش التفكير ده خالص. التفكير ده مش احسن حاجه، لان هو فعلا هينزلك لتحت قوي. طيب هتقول لي بقى الكلام ده جميل وكل حاجه والدنيا ظابطه والدنيا تمام. انا دلوقتي ايه الخطه اللي امشي عليها؟ طيب
انا هقول لك الخطه السريعه جدا. انا طبعا كنت كاتب سكريبت لكل ماده ومظبط لكم فيديوهات، بس زي ما قلت لكم الموضوع قفش علينا في الكليه، واحنا اصلا السنه دي جوده. فلما بيبقى في الكليه جوده، لان الكليه الجوده دي بيعتمد عليها ان الكليه تبقى معتمده ولا لا، لو انت تقدر تسافر بره ولا لا. فطبعا الدكاتره بيتهم حاجه زي كده، بيعاملوك بقى على السحتوت حرفيا. خلينا بقى نتكلم. انت دلوقتي، انا كنت ماشي في فيديو ماده الفيزياء، فلو انت متفرجتش عليه روح اتفرج عليه، وهو فيديو الصراحه حلو جدا، وحاطط فيه كل المعلومات اللي انا الصراحه اعرفها عن الفيزياء واللي انا جربتها واللي زمايلي جربوها كمان. ف... فروح اتفرج عليه. بالنسبه، انت هتتعامل بذكاء مع المواد. ماده الاحياء مثلا، انت شوف ايه افضل الكتب فيه. انت هتذاكر من كتاب الامتحان، ماشي، هتحل كتاب الامتحان والتفوق، اولويه كتاب الامتحان، تمام. طيب وانت بتحل بقى تجمع كل المعلومات اللي انت بتقابلها في كتاب الشرح، لانك لما تيجي تذاكر من كتاب الشرح هيبقى بقى معاك كتاب الشرح وكتاب الامتحان وكتاب التفوق حل، ماشي. في اي معلومه تقابلك جديده انت ما تعرفهاش في الحل تنقلها في كتاب الشرح في الاحياء. ده بالنسبه للاحياء او البيولوجي. هنيجي بقى للكيمياء والماده المحببه الى قلبي، وبعض الناس بيكرهوها بس هي حلوه. طيب افترض ان انت دلوقتي ماركه عضويه، انت هتبدا بالعضويه دي اهم حاجه عندك، ماشي. تبدا بالعضويه واحده واحده. تحل ايه بقى؟ تحل كتاب الامتحان، تحل كتاب مندليف، امتحان ومندليف دول اولويتك، ماشي. ونفس الكلام في الاحياء، اي معلومه جديده تقابلك هتجيبها في كراسه مثلا او في كتاب الشرح لو في مكان في كتاب الشرح، وتنقلها فيه، تمام. طب لو انت دلوقتي معاك كتاب مندليف وكتاب الامتحان، هتبدا بالعضويه ثم الكهربية، دول أهم بابين يعني. عندك بقى أول 3 أبواب لهمت. أول باب حلو نسبيا، فلو هتبدأ بفيه ابدأ بالحديد، ماشي، لأن هو اللي فيه شوية الأولانيين دول حفظ أكتر من فهم. هو بص، أي حاجة في العالم فهم، بس بيبقى في حاجة أعلى من حاجة. الباب التاني برضو حاول يعني تهتم بيه شوية، لأن هو برضو ملخبط كتير، وركز على النص التاني فيه، لأن هو معظمه أسئلة. والباب التالت سهل ما تقلقش، هو باب حلو جدا. بيتكلم على حاجة بتوازن حاجة، بس اللي هو التعادل وتوازن الأيونات. فهو حاجة يعني التفاعل العكسي، حاجات سهلة كلها يعني. الإنجليزي بقى، الإنجليزي يا باشا، بص أنا هديك خطة فعلا هي دي اللي هتفرق معاك في الإنجليزي. أنا واحد كنت بقرأ حاجة اسمها إنجليزي حرفيا لحد تالتة ثانوي، بقرأ حاجة اسمها إنجليزي. طب ليه؟ لأن أنا كنت بذاكرها غلط حرفيا يعني. أنا كنت بذاكرها إزاي؟ بحفظ كلمات وأروح أحل على طول، وده حاجة غلط جدا. أنت المفروض تذاكر إنجليزي إزاي؟ تعتمد على الجمل مش الكلمات. طيب هتعتمد على الجمل ازاي؟ هتحفظ الكلمات، ماشي. لو يا ريت بقى تحفظها في جمل، وبعد ما تحفظ الكلمات تعمل عليها مقال صغير في كل كلمه. مش لازم المقال يبقى مترابط مع بعضه، او حاول تخليه مترابط على قد ما تقدر، بس على الاقل تبقى عارف سياق الكلمه في الجمله دي ايه. لان لو جالك سياق زيه، ماشي، انت هتبقى عارف ان مثلا في الامتحان الكلمه دي السياق ده انا حطيته في الجمله بتاعتي، فالسياق مش زي السياق اللي انا كنت كاتبه، فتعرف ان الكلمه دي معناها اختلف في الجمله دي، فتحاول بقى تخمن معناها. طبعا لازم تحل قطع، يعني حل كل يوم قطعه، اول ما تصحى كده حل قطعه، ماشي. خرج الكلمات الجديده من القطعه، وتحاول تكتسب بالذات في القطع مهاره الجيسنج اللي هي التخمين. لازم تخمن الكلمه، لان مش كل الكلمات هتعرفها. انت مهما حفظت كلمات هتروح برضه مش هتبقى حافظ كل الكلمات. وتحل كل اسبوع باراجرافين لو تقدر، يعني باراجراف او باراجرافين، خليها يعني لو تقدر على باراجرافين حل باراجرافين، تقدر باراجراف حل باراجراف واحد، ماشي. وتخلي المدرس بتاعك يصحح لك، او مثلا وانت بتاخد اونلاين خلي الاسيستنت بتوع المدرس يصححوا لك. في برامج الذكاء الصناعي برضه بيصححوا. انا ذات نفسي لما وانا بتعلم اللغه بعتمد عليهم. هم دول اصلا اعتمادي الكلي عليهم. فلو انت عايز البرنامج ده خش على حسابي على الانستا وابعت لي وانا هبعته لك ان شاء الله، بس انا ناسي الاسم بتاعه دلوقتي حرفيا يعني. ف بس يعني ده اللي انا اقدر اقوله لك، وما تقعدش بقى تجلد في ذاتك ويعني اظن انت مش محتاج خالص ان حد يقول لك ذاكر. انت عارف مصلحتك كويس، واهلك الصراحه يعني لو انت مثلا بتصرف على نفسك فانا اقول لك خلاص تمام، انت حر فيما تفعل، ذاكر ما ذاكرش حر. لكن اهلك طالما بيصرفوا عليك انت مضطر انك تذاكر، مش مضطر، ده واجب. انت لو فشلت انك تأدي مهمه المذاكره اصلا، انت فشلت انك تأدي وظيفتك الاساسيه في الحياه كلها. فانت هتفشل تأدي بقى وظيفتك في اي حاجه تانية بقى، ايا كانت الوظيفه اللي هتخش فيها. مش هتفشل فشل حرفي يعني، بس مش هتعرف انت ازاي تأدي كل ما عليك في الحاجة اللي انت فيها. بس ربنا يوفقكم يا رب. ولو عندكم اي سؤال ممكن تخشوا على الحساب الانستا بتاعي، تبعتوا لي وانا هرد عليكم كلكم. بس مش انا عايزك تبدا على طول، مش عايز تقعد تسال بقى كذا وكذا وكذا وكذا. لكن لو عندك حاجه حرجه فعلا وحاجه فعلا معقده معاك ممكن تخش تسالني، ماشي. خش على اليوتيوب، ما تخشش بقى تقعد تشوف فيديوهات وازاي اذاكر وازاي اعمل. حط جدول لنفسك افرم نفسك حرفيا. عندك قدره انك تذاكر 15 ساعه وقصرت في ساعتين، انت كده مقصر. ف يا ريت اكون وضحت كل حاجه، ويا ريت اكون فدتكم. وانا اسف على الفيديوهات اللي انا ما نزلتهاش اللي وعدتكم بيها، بس اعتقد ان الفيديو ده يعني خلاص لخص لك الدنيا.
فبس، والسلام عليكم ورحمة الله، وما تنسوش الاشتراك ودعموني بلايك وفعلوا زر الجرس عشان أي فيديوهات تانية جديدة هتنزل لكم إن شاء الله. وأنا هحاول أستمر في تنزيل الفيديوهات لو خلاص الدنيا بدأت تظبط يعني معايا الحمد لله، وفي الكلية وكده هما بدأوا يخافوا شوية برضه. ف أحاول أنزل لكم فيديوهات. لو عندكم أي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات وأنا أحاول أعمل عليها فيديو إن شاء الله.